راحت لمؤمن، ومؤمن اللي ادى الهديه والهديه ما اترفضتش، وعلى طول احمد توفيق ما نعرفش مين اللي بيكلمني في ودني بيقول لي اول اهدافه مع الزمالك. ده هدف يعني ثمين جدا في الدقيقه 20 من زمن الشوط الاول. مين معايا على النجره كده يقول لي عشان برضو ابقى عارف مين اللي بيقول لي. واحد وليد قاسم. ماشي يا وليد. وليد قاسم بيقول لي اول هدف لاحمد توفيق منذ انتقاله من نادي المنصوره، انما هدف ليه ثمن. واحد الزمالك لا شيء. نيكانا ريد ديفلز بطل زامبيا. طبعا الهدف ده هيخلي نيكانا عاوز يهاجم، وهناك متعادل بقى، هنشوف هيهاجم ولا هيعمل ايه. ورايه صفاره وضربه حره غير مباشره لنادي الزمالك. وحذاري يا عم محمود فتح الله انك تلعب على الاوفسايد. خدوا بالكم وانا في الدقيقه 21 بقول له ايه؟ بقول له حذاري يا عم محمود فتح الله، لان انا دايما ما بحبش المدافع اللي يلعب على الاوفسايد، بسميه عجز الا في الزنقات. تتلعب الكوره وتنزل في نص الملعب، الزمالك ممكن في اللحظات دي ان هو يتني الهدف لو مشى الجنب اليمين اللي فيه حازم اللي معدي منه على طول، وادي ترقيصه وحلوه قوي لعبد الشافي. عبد الشافي يلم والعرضيه تخبط وتطلع بره الملعب اهو. رمي التماس لنادي الزمالك. النهارده الجنبين بتوع نادي الزمالك يعني شغالين حلو قوي، عبد الشافي وحازم امام. لسه ما شفناش تغيير، هل نزل طلبه ولا لا؟ هنشوف. والحكم نيانت رايح يكلم مين؟ هنشوف هيكلم مين. في لعيب من واقع على الارض، يا ترى مين ده؟ طلبه وقع تاني. الراجل يعني كتر خيره، هو زقه ميدو لغايه لما يسخن اللعيب التاني، فنزل الراجل طبعا عنده امانه، فبيقول له ما تحملش انا بقى ان انا مصاب. ادي الكره الحلوه اللي اتلعبت من مؤمن، وادي احمد توفيق يحط الهدف الاول الجميل لنادي الزمالك. واحد الزمالك لا شيء. نيكانا ريد ديفلز بطل زامبيا احرز الهدف احمد توفيق في الدقيقه 20 من زمن الشوط